السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر، اللهم امين. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكركم حبايب قلبي، كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله، بحبكم قوي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون بعد ربنا. حقيقي بجد مش عارفة اشكركم ازاي على لايكاتكم الحلوة، على الكومنتات اللي بتسعدني، اشتراكاتكم الجديدة معايا في القناة. بشكر الناس اللي دخلت لي جداد والله وعملوا اشتراك للقناة. يا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله قناتي هتكبر بيكوا وليكوا كده باذن الله. حطوا لنا اللايك يا جماعة. وهنتكلم النهاردة عن زيزي بينك، وهنتكلم على نرمين والضجة اللي معمولة. هنتكلم على العزومة اللي عاملها محمد جاد. وربنا يهدي يا رب الأحوال. حطوا اللايك. وهنتكلم من الأول عن زيزي بينك، وطلعت طبعا بعنوان يعني أنا مش عارفة بصراحة هتفضلوا تشحتوا كده لغاية إمتى. يعني معروفة زيزي بينك يعني بالمواضيع دي بتطلع تحور نفس القصة بتاعت أي يوتيوبر. فكانت كاتبة عنوان وقالت تخيلوا محدش طمر فيه لا صغير ولا كبير. طيب، فتحت الفيديو، دخلت وشفت، لقيتها بتشتكي من بنتها وعد. بتحكي للناس، بتشتكي للمتابعين. هو في ام عاقله يا جماعه تشتكي من بنتها وعلى الملأ كده؟ طب المتابعين هيعملوا لك ايه يا زيزي؟ قالت ان وعده بتقول ان ماما رمتنا عند جدنا وما كانتش بتسأل فينا. طيب اولا مبدئيا دي طفله، ليه ما تحتضنيش الطفلة دي بنتك. مهما كنت بتشتغلي، أي أم بتنفصل عن جوزها هي اللي بتشتغل وهي اللي بتتولى الليلة. انت ما شاء الله بنشوف اليوتيوب والتبرعات اللي بتيجي، وبنشوف الحاجات دي كلها. ما انت ابنك الصغير برضو طلعتي وتاجرتي بيه، وطليقك نفس الحكاية يعني ما فيش داعي يا جماعة. انتوا بتكسفونا والله العظيم. اي واحدة يوتيوبرز المفروض تطلع كده تبقى واجهة لمصر. انتوا ناس مصريين يا جماعة. خليتوا العالم كله بيتكلم علينا دلوقتي. شكلنا بقى وحش قوي، بقوا يقولوا الشحاتين، المصريين الشحاتين بالعربي كده. خلينا صراحة. بتشتكي من بنتك. طيب دي صغيرة، انت قاعدة وبتقولي طيب انا ما حدش طبطب عليا، وانا طب دول اطفال، ما هم عايزين المراعية، عايزين ام، عايزين يمكن حاسة ان هي يعني انت ما بتطبطبيش عليها، حاسه بفقدان حنان الام. اقعدي مع بنتك منك ليها كده بره الكاميرا. انتوا ليه يا جماعه مفضوحين كده على الكاميرا؟ يعني المتابعين هيعملوا لك ايه؟ يعني نفسي افهم. في اخر الفيديو برضو قلتي يا ريت يا جماعه قولوا لي اعمل ايه. زي برضو ما يوتيوبرز كتير برضو بتطلع تقول ايه اما بيكونوا عيانين او ولادهم عيانين، يقولوا يا جماعه احنا بناخد رايكم، قولوا لنا طيب نديهم علاج ايه، نعمل ايه، ازاي. يعني هو مفيش دكاتره يا جماعه؟ انتوا يعني انتوا المتابع هيقول لكم عليها تعملوه. بطلوا بقى الحاجات دي، بطلوا، عيب عليكم والله. خدي بنتك في حضنك كده، بنصحك يا زيزي، وشوفيها. يمكن هي حاسه، مش حاسه بالدفء الاسري، مش حاسه بحضن الام. المتابع حبيبتي مش هيعمل لك حاجه. انت بتقولي ان مامتك كلمتها وخالاتك. طب هي البنت راحت اشتكت لخالاتها، امال يعني هتفضفض مع مين؟ في الاول وفي الاخر يا جماعه وعد بنتها دي صغيره مش كبيره، وهي برضو محرومه من حنان الاب. طيب يعني مش فاهمه. ما انت كل حاجه انت بالنسبه لهم الام والاب وكل حاجه. مهما كنت بتشتغلي، ايه المشكله؟ قناتك حلوه ما شاء الله وبتربحي منها كويس، ربنا يزيدك يا رب من نعيم الله. عمر المتابع ما هيقولك تعملي ايه مع بنتك. انت اللي تقعدي معاها وتشوفيها ايه اللي تعبها وتكلمي معاها. بتقولي انا اللي مجنني اني بكلمها ما بتردش عليا. ما هي طفله، خديها كده. اما انت قدام الكاميرا وبتشتكي منها، امال بره الكاميرا بقى بتعملي ايه لما بتكون انت وهي لوحديكوا؟ ربنا يهديلكوا حالكم يا جماعه والله. الواحد ما عارف يقول لكم ايه. حطوا لنا اللايك ونتكلم على الضجه اللي معموله على نرمين بنت حلميه، وعن ابو نوره اللي جه زارهم في فرح محمد ابن مصطفى داوود.
وحكت ان كانت يعني معرفش في قنوات طالعه مبهدله نرمين من ساعه عيد ميلاد بنتها مريم وعملته. طبعا عايزه اقول لك يا نرمين الضجه دي اتعملت يعني ليكي والحلميه من ساعه انت ما ظهرتي تاني في القناه، لانك انت لما قعدتي فتره ما تظهريش فكانت الدنيا هاديه. اما طلعتي عملتي فيديو وساعه برضو عيد ميلاد بنتك مريم والدنيا اتقلبت عليكي، ودي معروفه يعني ربنا يهدي لكم حالكم. قالوا عليكي ان حلميه بتجيب لك رجاله في البيت. يا جماعه يا جماعه ده احنا في شهر كريم، احنا في شهور عظيمه، الحسنه بتتكتب والسيئه بتتكتب يا جماعه. الواحد هيقول لكم ايه والله العظيم، هي لعنه اليوتيوب كده ولعنه الدولارات خلاص خلتكم ما بقتوش في صله رحم ولا في قرابه. ازاي تتهموا نرمين يا جماعه بحاجه زي كده؟ والخاله حلميه تجيب لها رجاله على بنوره الراجل السعودي اللي جه زارهم. طب ما هي حكت القصه كلها، ازاي تقولوا لها ان انت كنت بتبيني صدرك وماسكه السلسله وعماله تلعبي فيها؟ البنت طلعت صراحه يعني نرمين طلعت منهاره وطلعت تتكلم عايزه تدافع عن نفسها. انا قلنا لك يا خاله حلميه ما تطلعيش تردي، وانا عارفه النار اللي جواكوا ايه وانت شايفه قناتك وشغاله عليها دلوقتي، لكن في حاجه لازم تطلع لك كده عشان تردوا. انا بنصحك يا خاله ما تتكلميش ولا تردوا. وانت يا نرمين احنا عارفين بصراحه ان انتوا متربيين انت وطارق اخوكي تربيه ما شاء الله عليكم. الست حلميه ربتكم تربيه حلوه هي وعم تسوقي. انت اخر ادب واخر احترام وبشهاده الناس كلها مفيش حد بيختلف عليكي. احنا عارفين مين اللي قايم بالحوار ده كله، اقرب الناس ليكوا والدنيا كلها عارفه مين، خالتك طبعا ومقومه الدنيا عليكي، وربنا يهدي الحال يا رب. حطوا لنا اللايك يا جماعه وتعالوا نتكلم على عزومه محمد جاد. بصراحه انا شايفه ان محمد جاد عامل حاله حلوه قوي، ان عامل لهم يوم الخميس الساعه 7 هيتغدوا كلهم مع بعض، لامم الاخوات ولامم الحاجه بطاطا، لان هو فعلا لما شاف الحاجه بطاطا قالت انا نفسي المكم كلكم وتصالحهم على بعض. احنا عارفين ان صدفه وياسمين طبعا متخاصمين، وسعاد وهدى نفس الحكايه متخاصمين. يعني معرفش ايه الاخوات دي يا جماعه والله العظيم الواحد ما عارف. اهدي يا ياسمين شويه برضه، عشان انت في اللايف قلتي انا في كلمتين محشورين في زوري، معنى كده ان انت بتتكلمي برضو. طب ما هو اكيد صدفه هتاخد الكلام عليها، فاهدي اهدي كده عشان العزومه تبقى كويسه وتصطلحوا على بعض، ومحمد ان شاء الله هيصالحك على صدفه وهيصالح الحاجه بطاطا على صدفه. هي صدفة والله على قد ما لسانها طويل واحنا عارفين لسانها شبرين ولسانها طويل فعلا، لكن قلبها طيب يا جماعة والله وبتتراضى. بس هي شايلة شوية، واكيد في حاجات كتير مخلياها شايلة جوه قلبها جامد كده. اهدي يا ياسمين شوية. محمد العزومة اللي انت هتعملها دي بصراحة شابو ليك، لو ان انت مش غرمان فيها حاجه. احنا شفناه يا جماعه وهو ماسك ورقه وقلم وكاتب الحاجات، البهارات البطاطس البصل، دخل على كل حد من اخواته ولم منهم العزومه كلها. يعني انت مش هتدفع حاجه يا محمد، خد بطاطس وبصل وتوابل وحاجات كتير من صدفة، خد صلصة ولحمة مفرومة ومعرفش ايه من ياسمين، خد حاجات من الحاجة بطاطا. يعني بجد نفسنا ان انتوا تصطلحوا على بعض يا جماعة. احنا في شهور حلوة جدا يعني، رجب وشعبان ورمضان، يعني خلاص بقى صلة الرحم اهم حاجة، صلة الرحم. ربنا يهديلكوا حالكم يا رب يا رب، ما تطلعوش من العزومة دي الا وتكونوا كلكم مصطلحين على بعض. والحاجة بطاطا ويا صدفة خدي بالك من امك تعبانة وبدري انت بالصلح ده، امك مهما كانت مش حد غريب، والست يعني تعبانة وقالت لكم نفسي المكم كلكم كده وتصلحوا. ده اقل حاجه تعمليها يا صدفه. ربنا يهديلكوا حالكم يا رب، وده اللي احنا بنتمناه، الاخوات كلهم يصطلحوا. بشكركم حبايب قلبي شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.